تفاصيل مهمه عن حمله العيد اللي هتنزل معانا باذن الله. وطبعا هتكلم معاكم مع المدرب الجديد اللي نزل معانا امبارح. بس طبعا صاحبي كالعاده مبدا هقول لك ما تخليش اللعبه تليك عن الصلاه، لان احنا يا صاحبي في اهم 10 ايام دلوقتي، فانت لازم تستغلهم كويس. وكمان يا صاحبي مع مسابقه جديده وهي ال 750 كوينز باذن الله، برضه هختار واحد من التعليقات يكسب ال 750 كوينز دول. وطبعا يا صاحبي الشروط اسهل مما تتخيل زي كل مره، يعني انك تكتب تعليق حلو علشان بختار من الكومنتات، ويا ريت تدعي فيه لاخواتنا وتعمل اشتراك في القناه صاحبي، وبس كده. طبعا الشروط اسهل مما تتخيل. وانضم يا صاحبي لستور التليجرام علشان هناك باذن الله في مسابقات كتيره قوي على حسابات، فلازم يا صاحبي تنورني هناك. ويلا بينا بقى على الفيديو علشان طولنا في المقدمه قوي. واول حاجه معانا يا صاحبي وهي حمله العيد اللي هتنزل معانا باذن الله. هتقول لي طبعا العيد لسه فاضل له بتاع 10 ايام ولا 9 ايام اما يجي، فانت ليه بتتكلم عنها من دلوقتي؟ حابب اقول لك يا صاحبي ان التسع ايام دولت هيعدوا اكنهم يومين، علشان انا لحد دلوقتي فاكر ان احنا لسه امبارح 1 رمضان، ما اعرفش ازاي بقى 21 بسرعه كده. فصاحبي العيد هيجي في اسرع مما تتخيل، يعني التسع ايام دولت اكنهم يومين ونودع رمضان. طيب يا صاحبي سريعا كده لو نراجع السنه اللي فاتت، نزل معانا حمله في العيد يعني خاصه بينا احنا، وهي كان اسمها حمله عيد الفطر او عيد الفطر يعني. وكونامي نزلت علشان تحتفل بيها، علشان طبعا هي عارفه ان اغلب مستخدميها من العرب، ودولت من اكتر الناس اللي بيشحنوا في اللعبه وبيدمنوا اللعبه دي حرفيا. فهي يا صاحبي لازم تنزل لهم حملات احتفالا بيهم زي ما نزل معانا حمله رمضان قبل كده. والمره دي يا صاحبي باذن الله هينزل معانا حمله العيد الكبير. بس احنا لو نراجع السنه اللي فاتت كانت نازله بكوينز بس، ما فيهاش اي حاجه خالص يعني يا صاحبي، كان عباره عن تسجيل دخول كوينز، وكانوا كلهم حوالي 100 كوينز بس طبعا يا صاحبي السنه دي هتختلف عن اي سنه، علشان في مدير جديد في الشركه، وهو اللي بينزل لنا الحملات والهدايا اللي بنستلموها اخر فتره ديت، واللعيبه المجانيه والكوينز اللي استلمناها قبل كده كتير جدا. فصاحبي بقول لك باذن الله ممكن في العيد دوت ينزلوا معانا حمله كويسه يعني فيها كوينز كويس المره دي، او هدايا محترمه بمعنى الكلمه، ونشوف لعيبه بقى كويسه ونشوف حملات قويه. وكمان يا صاحبي في لعيبه لحد دلوقتي في بيانات اللعبه، وكنت مكلمك عنها قبل كده انها لحد دلوقتي ما نزلتش معانا، واللعيبه ده يا صاحبي في لعيبه قويه جدا ويعتبروا كلهم بطاقات بيج تايم قويه، ومن ضمنهم طبعا توماس مولر. فصاحبي لحد الان لسه ما شفناش اي نسخه من دول، فممكن بقى صاحبي ينزلوا حاجه منهم مع العيد دوت، وان شاء الله نشوف هدايا قويه. وقبل ما نخش يا صاحبي على المدرب الجديد اللي معانا اللي اسمه جاسبريني، حابب اقول لك كده عن حاجه يعني اضافه جديده هنضيفها معانا في القناه او في الفيديوهات الفتره الجايه، وهي يا صاحبي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم زي ما بيقول ميسي جيمنج. بصراحه الحته دي عجبتني قوي، فانا حابب ان انا اضيفها في القناه الفتره الجايه. وطبعا بقى صاحبي نيجي على المدرب جاسبريني، ولو انت مثلا بتفكر انك تشتريه ولا لا، فانا بقول لك يا صاحبي اشتريه. هتقول لي يا عم انت ما جربتوش ولسه كمان ما نزلتلوش التجربه الاساسيه، فانا بقول لك يا صاحبي من دلوقتي ان المدرب دوت نازل باسلوبين نادرين قوي لما ينزلوا مع حد، يعني عندك الهجمه المرتده السريعه وعندك اللونج بول كونتر. فانت يا صاحبي عايز ايه تاني من الدنيا؟ ويا عم نعتبر انه مبوخ قوي في اللونج بول كونتر، معاك الكويك كونتر، بس يعتبر المدرب بيلعب باسلوبين من احسن اساليب اللعبه واحنا بنحبهم قوي. فانت يا صاحبي لازم تشتري مدرب علشان هو كويس، ما بقولكش اشحن، لا روح حوش كوينز مثلا دول 500 كوينز بس، وممكن كمان لو انت كسبت معانا في المسابقه تشحن معانا المدرب دوت. فانا بقول لك يا صاحبي ان هو مدرب كويس لازم تجيبه، عشان الاسلوبين دولت يعني نادرين اول لما ينزلوا مع مدرب. وده يعتبر يا صاحبي ملك اللونج بول كونتر، بس لسه لحد الان ملوش اي تجربه خالص. بس انا من حيث ناس اصدقائي قالوا لي ان اللونج بول كونتر ضعيف نسبيا، مش زي ديشامب مثلا ولا انزاجي. بس انا بقول لك ان الكويك كونتر بيعوض النقطه ديت، فانت ممكن تلعب كويك كونتر تهاجم وتجيب جون، وبعد كده تقلب الاسلوب للونج بول كونتر علشان تدافع. فدي بصراحه صاحبي انا شايفها حاجه كويسه قوي، وانك تعتمد المدرب دوت الفتره الجايه، ولازم تحوش له كوين علشان مش هينزل احسن منه. وبس يا صاحبي يكون الفيديو خلص لحد، ان شاء الله عجبك تعمل اشتراك في القناه عشان نستمر بنشر المزيد. انا عارف ان انت ما فهمتش حاجه، بس برضه اعمل اشتراك في القناه واكتب تعليق كويس حلو منك، وبس كده سلام.